كيت كات تنتج يومياً، لكن هذه القطع المقرمشة من الشوكولاتة تحمل في طياتها أكثر مما تبدو عليه، سر خفي وتاريخ طويل وعملية إنتاج تجمع بين التكنولوجيا والحرفية. لكن سؤالاً واحداً شغل عشاق الشوكولاتة حول العالم لعقود: لماذا تتميز قطع كيت كات بالفواصل المميزة؟ وما الذي يجعلها مميزة؟ اليوم نأخذكم في رحلة شيقة خلف الكواليس، من بداياتها في إنجلترا مروراً بعملية التصنيع المذهلة، ووصولاً إلى مهمة الاستدامة التي تحدث ثورة في عالم ألواح الشوكولاتة. مرحباً بكم في نظرة داخل المصنع، المكان الذي نكشف فيه أسرار الشوكولاتة المفضلة لديكم. هيا نغوص في عالم كيت كات الساحر. لنعد بالزمن إلى الوراء. في عام 1935 كان هناك حدث كبير يلوح في شوارع مدينة يورك في إنجلترا، ثورة في عالم الحلويات. كان العالم بحاجة إلى وجبة خفيفة، لكن ليس أي وجبة خفيفة. كان لابد من أن تكون قطعة عملية ومشبعة وقابلة للمشاركة. وهكذا ظهرت الشوكليت كريسب، أصل كيت كات المحبوبة لدينا. في وقت مبكر من عام 1937 ظهر اسم كيت كات مستوحى من نادي كيت كات، وهي دائرة أدبية في لندن في القرن الثامن عشر. على مدى العقود القليلة التالية أصبح كيت كات نجماً في غرف استراحة العمال. كان سهلاً وبأسعار معقولة ولذيذاً بشكل لا يصدق. حتى خلال الحرب العالمية الثانية ظل كيت كات هو المفضل، على الرغم من تغيير الوصفة حيث استبدل الحليب بمكونات أخرى. لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت عام 1988، حينها استحوذت شركة نستل السويسرية العملاقة على العلامة التجارية، وفجأة بدأت كيت كات تغزو العالم. من كندا إلى أستراليا ومن آسيا إلى أفريقيا، رغب الناس في كل مكان بالحصول على هذه الشوكولاتة المقرمشة. ثم دخلت اليابان إلى المشهد، حيث أصبحت كيت كات فناً حقيقياً. هل تعلم أن هناك أكثر من 300 نوع مختلف في اليابان؟ لكن هذا ليس كل شيء، فقد صنعت كيت كات تاريخاً في عالم التسويق. ففي عام 1958 ولد الشعار الأسطوري: خذ استراحة، خذ كيت كات. Have a break. Have a Kit Kat. تلك القرمشة المرضية للويفر والشوكولاتة الكريمية التي تذوب ببطء على لسانك، لحظة مثالية تبدو في غاية البساطة. لكن هل تعلم ما وراء ذلك؟ لا، ليس سحراً، إنها عملية إنتاج معقدة ومذهلة حقاً. لنتعمق في عالم هذه المعجزة الصغيرة، من شجرة الكاكاو إلى يدك. يبدأ كل شيء بالكاكاو، جوهر كل شوكولاتة من كيت كات. ولكن ليس أي كاكاو، بل حبوب من تربة غرب إفريقيا الخصبة. نستلي لا تشتري الكاكاو من أي مكان، بل وضعت خطة للكاكاو، وهو برنامج يضمن حصول مزارعي الكاكاو على أجور عادلة ويعزز ممارسات الزراعة المستدامة. يتم حصاد هذه الكبسولات يدوياً. في كل كبسولة يوجد كنز مخفي، من 30 إلى 50 حبة كاكاو مغروسة في لب أبيض حلو. بعد الحصاد تبدأ واحدة من أهم المراحل في رحلة الكاكاو: التخمير. توضع حبوب الكاكاو في صناديق خشبية وتترك لعدة أيام. هذه المرحلة ضرورية لتطوير النكهات الغنية التي نربطها بالشوكولاتة. بعد التخمير تجفف الحبوب تحت أشعة الشمس على حصائر كبيرة، وتقلب يومياً حتى تصبح جافة تماماً. الآن أصبحت الحبوب جاهزة لبدء رحلتها. تنقل الحبوب إلى مراكز التجميع، حيث تفحص وتعبأ في أكياس ضخمة، تمهيداً لشحنها إلى مصانع نسلي حول العالم. وهنا تبدأ المرحلة الصناعية، حيث تحمص الحبوب بدرجات حرارة دقيقة، ثم تفصل القشرة عن القلب، ويطحن هذا القلب للحصول على عجينة الكاكاو، وهي المادة الخام التي تستخدم لصناعة الشوكولاتة. لكن الكاكاو ليس سوى البداية، يضاف السكر ومسحوق الحليب، المختاران بعناية لتحقيق التوازن المثالي بين الحلاوة والقوام الكريمي. ثم تدخل المكونات في آلات عملاقة تخلطها لتكوين كتلة شوكولاتة. قبل أن تصبح هذه الكتلة شوكولاتة حقيقية، هناك عملية تسمى التحريك الصدفي، وهي عملية قديمة تعود إلى قرون مضت، حيث تقلب كتلة الشوكولاتة لساعات حتى تصبح ناعمة كالحرير وذات رائحة عطرية مثالية. بينما تستعد الشوكولاتة يصعد نجم آخر على المسرح: الويفر. ما الذي ستكون عليه كيت كات بدون تلك القرمشة المميزة؟ تصنع الويفر من عجينة خاصة خفيفة للغاية. يخبز الخليط على شكل طبقات رقيقة على درجة الحرارة المناسبة
حتى يصبح لونها ذهبياً تماماً، ثم يغطى كل لوح بطبقة من الشوكولاتة ويتم تجميعها في هيئة طبقات فوق بعضها، ثم تقطع إلى الأصابع المستطيلة الكلاسيكية. تصنع كل ويفر بدقة متناهية بحيث تبدو كمشروع معماري صغير. ثم تأتي اللحظة التي انتظرها الجميع. تلتقي الشوكولاتة بالويفر. تتحرك أصابع الويفر على حزام ناقل تحت سيل من الشوكولاتة الدافئة. تنساب الشوكولاتة فوق الويفر مغلفة إياها بإتقان. وإن كنت تعتقد أن هذا يبدو مربكاً، فأنت تقلل من دقة هذه الآلات. أجهزة استشعار متطورة تراقب سمك الطبقة بدقة شديدة. لو زادت أو نقصت تصحح فوراً. بعد تغطية الويفر بطبقة من الشوكولاتة تنقل إلى قسم التبريد. هنا تتصلب الشوكولاتة وتصبح لامعة وتكتسب ذلك الملمس الذي لا يقاوم الذي نحبه جميعاً. لكن الرحلة لم تنتهي بعد. الآن يأتي الجزء الذي تتكامل فيه التكنولوجيا والسحر معاً: التغليف. في عملية منسقة بعناية تمر كل قطعة عبر آلات تغليف عالية الدقة، حيث تلف تلقائياً داخل أغلفة كيت كات الشهيرة بطريقة تضمن الحماية والجودة. لكن هذا ليس كل شيء. تفحص كل قطعة كيت كات بعناية. تتحقق الماسحات الضوئية الآلية من الشكل والحجم والتغليف. وأن كل شيء تم بشكل صحيح، لكن الآلات لا تستطيع القيام بكل شيء بمفردها. في نهاية المطاف لا يزال هناك من يأخذ العينات ويتأكد من أن كل كيت كات يفي بالمعايير العالية. هل تساءلت يوماً عن سبب تميز كيت كات بتلك الفواصل المميزة؟ بالتأكيد، مظهرها رائع وتسهل المشاركة، ولكن هذا نصف القصة فقط. الفواصل ليست مجرد تصميم عملي، بل هي جوهر كيت كات، تحفة فنية من التكنولوجيا، متعة وصوت واحد يخطف انتباهنا ويجعلنا مدمنين عليه. هيا بنا نكشف اللغز. الفواصل بالطبع لها وظيفة عملية، فهي تسهل تقسيم القطعة إلى أصابع مميزة، مثالية للمشاركة مع الآخرين، لكنها أكثر من ذلك بكثير. إنها علامة تجارية وأيقونة تصميم. انظر إلى قطعة كيت كات، إنها تعرف فوراً حول العالم بفضل هذه التفاصيل الصغيرة. بدون الفواصل لكانت كيت كات مجرد قطعة شوكولاتة. ولكن دعونا ننتقل إلى نجم العرض الحقيقي: صوت الطقطقة. ذلك الصوت المرضي عند كسر قطعة كيت كات. إنه أمر ساحر. هل تعرف كيف يحدث هذا؟ إنه التناغم المثالي بين رقاقة الويفر المقرمشة وطبقة الشوكولاتة الصلبة. عند كسر قطعة الشوكولاتة يتحرر هذا التناغم. هذا الصوت ليس ممتعاً فحسب، بل له تأثير علينا أيضاً. تشير الدراسات إلى أن الصوت يحسن تجربة التذوق لدينا. لماذا؟ لأن دماغنا يربط القرمشة بالنضارة والجودة. إنه نفس الشعور الذي تشعر به عند أول قضمة من جزرة طازجة أو قرمشة رقائق البطاطس. إنه يثير رغبتنا العميقة في المتعة والكمال. في الواقع حصلت كيت كات على براءة اختراع لهذا الصوت. نعم، صوت القرمشة جزء رسمي من العلامة التجارية، وبصراحة من يلومهم؟ إنه وعد سمعي. كل قطعة كيت كات ستكون طازجة، مقرمشة، ولا تقاوم. الآن ننتقل إلى الاستدامة. تصنع العبوات بشكل متزايد من مواد قابلة لإعادة التدوير، لأن نسلي تدرك أننا لا نحتاج إلى فترات راحة فحسب، بل نحتاج أيضاً إلى كوكب نستمتع به. وأخيراً تعبأ الألواح في صناديق وترسل إلى جميع أنحاء العالم، أكثر من 70 دولة. بينما تستمتع بلوح الشوكولاتة بسعادة، تجري مهمة رائعة في الخلفية. مهمة لا تلامس براعم ذوقك فحسب، بل تلامس كوكب الأرض أيضاً بطريقة إيجابية. دعونا نلقي نظرة على كيف تمكنت كيت كات من الجمع بين المتعة والاستدامة ببراعة فائقة لدرجة أنها تقدم جودة تكاد تكون مذهلة. يبدأ الأمر بالكاكاو. إنه جزء من خطة نيسلي للكاكاو، وهو برنامج لا يقتصر على توفير حبوب الكاكاو فحسب، بل يحدث تغييراً حقيقياً. يتلقى مزارعو الكاكاو في غرب أفريقيا تدريباً على الزراعة المستدامة. هذا يعني أنهم يتعلمون كيفية حماية تربتهم مع تحقيق إنتاجية أعلى. لكن الكاكاو ليس سوى البداية. الاستدامة لا تتوقف عند الزراعة، بل تتجاوز ذلك بكثير. هل سمعت يوماً بمحطة الطاقة الشمسية العملاقة التي بنتها نيسلي؟ 28 ألف لوحة شمسية تولد 10 جيجاوات في الساعة من الكهرباء سنوياً. هذه طاقة كافية لتشغيل مدينة صغيرة. وبذلك توفر كيت كات أيضاً 6 ملايين كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ثم هناك التغليف. تختبر كيت كات بالفعل التغليف الورقي في بعض البلدان. الهدف؟ تريد كيت كات أن تكون قابلة لإعادة التدوير بالكامل بحلول عام 2026. كيت كات لوح شوكولاتة يرافقنا جميعاً، يناسب أي جيب تماماً، وقرمشته تنسيك أي موقف مرهق. هل تعلم أن وراء هذه التحفة الصغيرة قصصاً أكثر جنوناً وإثارة من روايات الجريمة؟ هيا بنا نسافر إلى اليابان. هناك كيت كات ليست مجرد وجبة خفيفة، بل أسطورة. بسبب اسمها كيتو كاتسو تعني أنت بالتأكيد ستفوز باليابانية، ولهذا السبب تحديداً تعتبر كيت كات تميمة حظ شائعة هناك. قبل الامتحانات أو القرارات المهمة أو حتى المسابقات تقدم كيت كات كهدايا لتمني الحظ. ولكن هذا ليس كل شيء. هل تعلم أن هناك أكثر من 300 نوع مختلف من كيت كات في اليابان؟ ما هي النكهات المتوفرة؟ شاي ماتشا، الوسابي، الساكي، شمام هوكايدو. إنها أشبه بوجبة فاخرة مغلفة في لوح شوكولاتة، والجزء الأفضل لكل منطقة نكهتها الخاصة. وكأن كيت كات قد ارتقت إلى مستوى فني في اليابان. لكن كيت كات ليست استثنائية في اليابان فحسب. انظر إلى الأرقام. ينتج أكثر من 3 ملايين قطعة كيت كات حول العالم يومياً. ثم هناك قصة الإعلان. خذ استراحة، خذ كيت كات. شعار وضع عام 1958 ولا يزال على لسان الجميع حتى اليوم. بسيط، لا ينسى، ومرض بطريقة ما، أليس كذلك؟ لكن كيت كات ليس فقط أحد أشهر الشعارات، بل صنعت التاريخ أيضاً. هل تذكرون أندرويد 4.4؟ هذا صحيح. النسخة الرسمية باسم كيت كات، تعاون بين جوجل ونستل، أحدث ضجة عالمية. كجزء من الحملة، تم توزيع ملايين قطع كيت كات. أحياناً يكون من المفيد امتلاك اسم رائع، لكن كيت كات لا تبقى على الأرض فحسب. كانت كيت كات أول لوح شوكولاتة يرسل إلى الفضاء. رواد الفضاء يحبونها لأنها خفيفة، عملية، وبالطبع لذيذة. كيف تأكل كيت كات؟ هل تكسرها قطعة قطعة؟ أم أنك من هؤلاء 10% الذين يقضمونها مباشرة دون أي تردد؟ تشير الدراسات إلى أن 99% من الناس يلتزمون بتقسيم أصابع كيت كات كما هو معتاد، ويتشاركون ألواح كيت كات الخاصة بهم. ولكن هناك دائماً أولئك المتمردين الذين يقضمونها مباشرة. والآن الجنون المطلق. حتى كيت كات تحمل أرقاماً قياسية. في بريطانيا يتم أكل إصبع كيت كات كل ثانية. وهل تعلم أن كيت كات بيعت ذات مرة بأكثر من $1000 على موقع إيباي؟ لماذا؟ لأنها لم تكن تحتوي على ويفر. نعم، حتى الأخطاء الإنتاجية في كيت كات أصبحت قطعاً نادرة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا داخل العالم المذهل خلف كيت كات، من بداياتها في مدينة يورك بإنجلترا إلى خطوط الإنتاج المتطورة والنكهات المذهلة في اليابان. وتعرفنا على سر الفواصل وكيف تثير تلك الطقطقة السحرية أدمغتنا. والآن دوركم، كيف تتناولون كيت كات؟ هل تكسرونها بدقة أم أنكم من الثوار الشجعان الذين يقضمونها فحسب؟ وأي من النكهات اليابانية ترغبون في تجربتها؟ شاي ماتشا، الوسابي، أم ستلتزمون بالنكهة الكلاسيكية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إذا استمتعتم بهذه الرحلة، أظهروا إعجابكم وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وخاصة أولئك الذين يحبون كيت كات مثلنا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. هناك المزيد من التفاصيل المثيرة من وراء الكواليس عن منتجاتكم المفضلة.